السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو غسلنا اسناننا كل يوم بالمعجون هنشيل التسوس؟ طب كيف انت يعني عاوز تبوظ شرع ربنا؟ بص اقول لك على حاجه ممتازه. هتجيب الثلاث معاجين دول وتخلطهم مع بعض في انبوبه واحده وتحط منهم شويه على الفرش. ودعك السنان، ودعك السنان. هل كده انت مستني التسوس يروح؟ سايبك براحتك، انا سايبك هتحرق دمك كل شويه هتشوف. تفضل تعك وتاكل سكريات وبتاع كده هتشيل التسوس؟ الاجابه بالطبع لا. ليه؟ لان ايه هو التسوس اصلا؟ التسوس ده ان البكتيريا بتفرز احماض بتعمل تاكل في بنيه الاسنان. يعني الجزء اللي بيحصل فيه تسوس استحاله يرجع. الحل انك تروح لدكتور اسنان ينظف التسوس ويعمل حشو، لكن لو فضلت تدعك من هنا للصبح في السن عمر ما التسوس هيروح ولا السن هترجع طبيعيه. طب الحل ايه؟ الحل ان احنا نمنع التسوس يحصل اصلا. يعني نستخدم معجون كل يوم يحتوي على الفلورايد مرتين يوميا، مره الصبح ومره بالليل. كده نمنع ان التسوس يحصل اصلا، نمنع ان البكتيريا تتراكم على الاسنان، نغسل اسناننا كل يوم. لكن لو التسوس حصل استحاله تشيل بمجرد انك تغسل سنانك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي ده؟ ايه العالميه ده؟ ايه يا جدعان في كده؟ في كده يا جدعان؟ انا عمري ما شفت كده والقران. وفي النهايه حابب اقول ان الصيدلي هو الخبير الاول في الدواء، الدراج اكسبيرت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.